السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت هتشوفي الطريقة دي هتقومي تنفذيها حالا. تحفة فظيعة رهيبة. يلا بينا نشوف الطريقة. جبت شوكولاتة خام وحطيت مية سخنة على النار عشان أسيح الشوكولاتة. جبت 5 موزات وقطعتهم حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتهم في بولة عندي. والشوكولاته هنا كنت مسيحاها وانا بقطع الموز، واول ما ساحت حطيتها على الموز على طول. وحطيت كملت كمان، كان عندي شوكولاته سايحه حطيت معلقتين عليهم. ما كانش عندي باكو شوكولاته تاني من اللي انا كنت حاطه منه، فحطيت شوكولاته سايحه من اللي كانت عندي، واخدت كل دول وحطيتهم في الخلاط وضربتهم كويس قوي. حطيت نص معلقه قرفه عليهم نص معلقه من السكر. وهاتي بقى اي طبق عندك وحطي فيه الخليط اللي احنا عملناه، الموز بالشوكولاته اللي ضربناه في الخلاط، حطيه على طول في اي قالب عندك. وانا حطيت نص معلقه من القرفه بس ونص معلقه من السكر. طبعا ما تكتريش سكر، هي الشوكولاته فيها والموز ما شاء الله لوحده مسكر، فما تكتريش من السكر. زي ما انتوا شايفين اهي، بعد ما ضربتها في الخلاط وحطيتها في القالب، حطيها في اي قالب عندك وحطيها في التلاجة على طول. بجد حلوة وجميلة قوي وعندك هيحبوها. بس انا المشكلة عندي الاولاد كانوا عايزين يطلعوها، ما سبتهاش في التلاجة مدة اطول. كل ما تسيبيها مدة اطول كل ما هتكون احسن. وممكن ما تقسميهاش بالسكينة زي ما انا قسمتها كده، انا قسمتها بس عشان ازوقها. وزي ما قلتلك على قد ما تقدري سيبيها في التلاجة مدة اطول شوية. انا كنت سبتها ساعتين بس، كل ما تسيبيها اكتر كل ما هتمسك معاكي. حطيت عليها بسكوت مطحون وشوية زواق كده بس من فوق الوش. حط اي حاجة عندك او ممكن ما تحطيش، هي تحفة من غير حاجة. انا بس من باب ان هي يكون شكلها حلو وتغري الولاد عندي، لكن انتي ممكن ما تحطيش عليها حاجة خالص، مش محتاجة خالص خالص خالص، وهتشوفي بنفسك. بجد حلوة وسهلة ولذيذة وطعمها حلو قوي. ولما باتت معايا ومسكت نفسها اكتر كان طعمها افضل بكتير جدا. شايفين قريبة من البودنج شوية، حلوة قوي 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 بجد. شايفين يعني هي ماسكة نفسها، بس لما باتت مسكت نفسها اكتر وكان طعمها احلى. عشان كده بقولك سيبيها مدة اكتر، يعني مثلا سيبيها فيما لا يقل عن 5 ساعات عشان تكون ماسكة معاكي اكتر وطعمها هيظهر اكتر. بجد حلوة، جربيها هتحبيها جدا جدا جدا، وعندك في البيت هيعشقوها. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو جربتوها ياريت تقولوا لي رايكم. كلوها بالف هنا وعافيه. باي باي.